سلام البنات، اليوم جبت لكم ألذ وأبن ترتولات بذوب ذوبان مالحة بحشوة الدجاج ولا أروع، سهلة مهلة فمشات عين توجد. الحاجة الأولى اللي بنبدأ بها هي نحضروا العجينة. أنا هنا درت كونتيتي شوية كبيرة وانتوما اللي تساعدكم، قادر ديروا غير نص رطل نتاع فرينة ولا 125 غرام. أنا هنايا درت 500 غرام فرينة، ضفت لها مغرف صغيرة نتاع ملح وزدت ضفت 250 غرام مارغرين طريه نبسسها مليح. وهنا انايا بغيت ندير لي كولور، بعد خممت حبست درت الماء وعاود درت لي كولور. بغيت لا طابل تكون ملونه، سيرتو في رمضان واحد يقعد يتوحم. ولا بغيتوها سامبل قادر ما تلونوهاش، خلوها سامبل ومن بعد تلموها بالماء. انا بعد ما درت لي كولور درت الماء بلا ما تجروها، ما لازمش تجروها باش ما تابنكمش في الخدمه. درت هادو 4 تاع لي كولور وخليتهم يرتاحوا قد ما ترتاح، قد ما مليح، قد ما ساعه ساعتين 3 سوايع 4 سوايع، ولا ماذا بيكم توجدوها قبل باه تبوهم واجدين، غير تفرصوهم وصاي. ومن بعد ديروا ليمون اللي عندكم. انا جبت كاع ليمون نتاوعي، ما خليته داير، ما خليته على المهراس، ما خليته طويل، غير باش نوح. وانتم ديروا اللي يساعدكم، نديروه بهذه الطريقه. ومن بعد نكملوهم نخلوهم يرتاحوا قبل لا نطيبوهم. ومن بعد نسخن المون في الفرن درجه حراره 180 درجه. هو ما مده طيابهم غير 20 دقيقه، كي يطيبوا 20 دقيقه نحيهم. خدمتهم سهله، غير شويه تشد اليد على هكا. قلت لكم لو كان ديروهم قبل خير ترتبوهم واجدين. انا لي كولار يسخفوني. وبعد ما تجبدوهم من المول من الفوق، شوفوا كي طيبوا نروح نحضر الحشوه. كان عندي فخذ دجاج طيبته في مرقه وفتته، نضيف لها مغرف كبير نتاع مايونيز، وهاد صلصه ساموراي تتباع في المحلات ولا لاصوص اللي عندكم تكونوا خادمينها، وشويه نتاع هريسه قد مغرف صغيره، ومغرف كبيره نتاع فرماج ولا اي فرماج اللي عندكم باه تجيكم حشوه بزاف بنينه. ومن بعد نطلي الفوندو تارتلات بالفرماج ذائب وعمرهم بالحشوه، والتزيين اختياري. انا هنايا درت بولي فيمي وانتم زينوه كيما تحبوا، المهم كل واحد والمقدور نتاعه. هذه الوصفة جربيها وعينك مغمضة، سهلة ماهلة تنخلعي في بنتها وتقطع لك كمية كبيرة لشهر رمضان مبارك. مستحيل تندمي عليها، تجي تحفة، تجيب بزاف بنينة. نتمنى تجربيها وتحطي لي رايك في التعليقات، ونشوفكم في وصفة أخرى من وصفاتي. سلام.